مساء الفل. بنت مامتها كاتمه على نفسها ومطهقاها فشتها، عايزه تتحكم في حياتها ودايما كسفها قدام الناس، لكن البنت ما عجبهاش الوضع وقالت لك انا مش هسكت. بدأنا مع ليلى، بنت لابسه شغاله في بنك وتقدر تقول كده حياتها مليانه بالناس التوكسيك اللي مجننينها، واولهم مامتها. نيلي مامت ليلى ست نكديه وعلى طول متعصبه، اللي هو يا بنتي بالذوق بالعافيه انت هتاخديني في طريقك وانت رايحه الشغل، يا ستي يهديكي يرضيكي انت هتروحي في سكه وانا رايحه سكه تانيه خالص، ازاي يعني اخدك في طريقي؟ وخليني اقول لك ان البنت مش قدامها اوبشن تاني غير انها توصلها في طريقها، رايك من امها ست قادره وممشيه كلمتها عليها. وهما في الطريق نيلي كانت بتكلم نهى اللي هي اختها واللي عايشه في اسكندريه. الاثنين بعد ما اطمنوا على بعض نهى قالت لها انا عايزه احكي لك على موضوع. حسين وصل له كلام ان في حد كذا مره يشوف محمد جوز ندى واقف مع ست ومقضينها سوا، وبصراحه كده الموضوع ده قلقني وانا خايفه لا يروح يتجوز تاني على ندى. وللمعلومه حسين يبقى اخو نيلي ونهى وندى. المهم كملت كلامها ان حسين عايز يصور محمد علشان يكون معاه اثبات على اللي بيعمله. نيلي تسكت ابدا، الست قالت لك الراجل ده من اول مره يجي فيها البيت وانا مش طايقاه، مش فاهمه هو عاجبها في ايه. مره تقول لك سماره، عينه، طوله، ده حتى شبه البتاع اللي بيطلع في التلفزيون، والوليه باين عليها كده انها مفروسه منه، دي لا طايقاه ولا طايقه سيرته. وفي طريقهم عدوا على ندى لانها هتفطر مع ليلى، نزلوا وسلموا عليها فقالت لهم استنوا هنده على زياد يجي معانا. المهم وبعد مشوار طويل ليلى وصلت البنك، وهناك قابلت عمرو ووقفوا اتكلموا سوا مفيش ثواني، ولقوا هبه جت اخدت عمرو على جنب وهاتك شويه همسات على شويه لمسات خلوا ليلى اتفرست ومشيت. فالبنت راحت على مكتبها وهي متكده ومغلوله، قامت مطلعه عصبيتها على عميل وقالت له مفيش شغل النهارده، طير من هنا لحسن اعملها معاك. المشكله مش هنا وبس، المشكله انها لبخت مع عميل ليه حدوته حلوه في حياتها. طبعا هتسالني ايه حكايته، بص حتى الان ما نعرفش. المهم ليلى خلصت شغلها وهي مروحه كلمت خالها حسين علشان يفتح مامتها في موضوع سفرها لليابان. في نفس الوقت عمرو كلمها وقال لها المكتب بقى فاضي، لف بسرعه وارجعي. البنت في ثواني غيرت طريقها وراحت له حمامه. بس خليني اقول لك ان عمرو ده شخص توكسيك، افهمك اكتر. عمرو خاطب بنت اسمها هبه وفي نفس الوقت مقضيها صرمحه مع ليلى، قال لك اصل انا مش هقدر اسيب هبه كده من الباب للطاق، لازم امهد لها الدنيا الاول، لكن برضه انا مش عايز اخسر ليلى، اكملنا معايا في الشغل وبنقضي وقتنا سوا وكلام زي كده يعني. المهم يا معلم بعد ما خلصوا قعدتهم الرايقه ليلى رجعت البيت للنكد بتاع مامتها، فكلمت خالها وقالت له انا هطق من الست دي، انت لازم تشوف معاها حل. الراجل قال لها كبري دماغك وسيبك منها، انا قدامي ساعتين في ايدي حاجه مهمه هخلصها وبعدين هكلم امك. وللعلم الحاجه المهمه دي كانت ستات. عايز اقول لك ان حسين كان حظه وحش في الجواز بس حظه عنب في الستات. الراجل كان خاربها شمال ويمين، لكن للاسف مكالمته مع ليلى كانت اخر مكالمه ليه، لان تاني يوم ليلى صحيت على صوت مامتها وهي بتعيط وبتقول خالك مات، فجهزوا نفسهم علشان يروحوا اسكندريه لانه هيدفن هناك. بس تقول ايه، عيله لابخه ومفيش حد فيهم حاله مظبوط. ندى وليلى سابوا كل اللي حصل وقعدوا يتخانقوا في مين هيركب في عربيه ليلى ومين هيركب في عربيه عبد الرحمن اللي هو ابن ندى. فندى قالت لها طيب ايه رايك محمد يركب معاكي انت وليلى وانا اركب مع زياد وعبد الرحمن؟ طبعا ليلى تطيق العمى ولا تطيق محمد، وكمنها ست هربانه منها قالت لك مفيش غير ندى اللي هتركب معانا والباقي هيروح بعربيه عبد الرحمن. وكلمه تاني زياده، بدل ما هيبقى العزا على شخص واحد هيبقوا شخصين. واخيرا وصلوا البيت نهى وسلموا على بعض وواسوا بعض والدنيا مشيت تمام. تعالى بقى اعرفك على نبيله اللي هي اختهم الخمسه، اما دي هنا بنت شيري وشيري تبقى بنت نهى. زياد وهنا بدأوها ازيك عامله ايه على شويه نظرات وابتسامات، لكن هتخلص هقول لك قدام. العيله كلها راحت علشان تدفن حسين وكانوا سايقين ورا بعض علشان محدش منهم يتوه. وخلي بالك العيله دي اسمها عيله شنب. وقتها ندى اللبخه ضيعت طريقها، وشويه تكلم شريف وتساله انتوا فين، وشويه تكلم ليلى وتقول لها انت وصلت لفين. نسيت اقول لك ان شريف يبقى ابن نبيله. تمام دفنوا الراجل واليوم عدى كويس ورجعوا كلهم لبيت حسين. وعلشان عددهم كبير فنهى قسمت الموجودين على الاوض وقالت لك محمد وندى هيناموا في اوضه حسين. محمد قال لك انتوا اتجننتوا، الراجل لسه ميت اروح انا انام في اوضته؟ نيلي طبعا ما سكتتش وقالت له عيب عليك لما تقول كده، انت راجل مؤمن والحاجات دي ما تفرقش معاك. طبعا هم عاملين كده علشان مش بيتقوا وعايزين يغوروه في اي داهيه. في نفس الوقت شريف وعبد الرحمن كانوا بيصلحوا الحمام، وعلشان الاثنين موسوسين فما كانوش بيتكلموا في الحمام على اعتقاد ان العفاريت ممكن تلبسهم. وبنشوف هنا معاهم وهي ميته من الضحك وقعدت تحكي لامها على اللي شريف وعبد الرحمن بيعملوه في الحمام، اللي هو دول بيتكلموا بالاشاره علشان العفاريت ما تلبسهمش لو اتكلموا. مين بقى كان واقف وسمعهم؟ عزه مرات شريف بنت حربوها وعقربه. قامت بصه لهنا كده اهو وقالت لها ما تضحكيش يا حبيبتي، اصل انت ما تعرفيش ايه اللي بيحصل في الحمام، وعلشان انت لسه يارقه صغيره فانا مش هقول لك عشان ما افزعكيش. نيلي ونهى ونبيله كانوا في اوضه واحده، فنهى قالت لهم تفتكروا يومنا هتيجي العزا بكره؟ واحد هيسالني ويقول لي مين يومنا دي كمان يا عم زيزو؟ دي يا سيدي طليقه حسين بس اتجوزت تاني واتطلقت من قريب. فنيلي قالت لهم لا ما اعتقدش انها تيجي، اصل هي لسه متطلقه وحياتها متنكده، تستاهل دي ست ما تتعاشرش، مش فاهمه ازاي حسين كان عايش معاها. فنهى سالتهم امال ما فيش جديد في موضوع ندى ومحمد؟ ندى قالت لها محدش يعرف حاجه من بعد وفاه حسين، هو اللي كان بيجيب لنا كل الاخبار، الله يرحمه ما كانش لينا غيره. وبعد ما كانوا قاعدين بيهزروا زعلوا على اخوهم، عيله دماغها في السحاب. على ناحيه تانيه ام احمد كانت قاعده بتعيط واكتر واحده كانت
كانت زعلانه على حسين. ام احمد دي بقى يا سيدي كانت بتشتغل في بيت حسين ويعتبر هي اللي تعرف عنه كل حاجه. ولو رحنا لزياد فالواد مش مبطل تفكير في ندى، والظاهر ان البت اكلت دماغه. تاني يوم ليلى صحيت والبيت كان هادي خالص. اتاري باقي العيله متجمعين وبيفطروا في الجنينه. المفاجاه مش هنا، المفاجاه في اللي ليلى شافته، العميل رقم 8 اللي كانت شرشحت له في البنك. الله، وايه اللي جابك هنا انت كمان؟ ام احمد قالت لك ده طارق بيه صديق خالد حسين من زمان. الراجل بقاله سنه راجع من فرنسا، وخلال السنه دي كان بيجي يزور خالد كل يوم. وكملت كلامها انه نزل مصر علشان يبيع املاكه ويبعت الفلوس لعياله في فرنسا لانهم رافضين ينزلوا مصر. طب وانت عرفتي الكلام ده كله منين يا ام احمد؟ اسم الله عليه خالد كان بيحكي لك كل حاجه. ولو بصينا على شريف هنلاقيه بيعلم عبد الرحمن وزياد ازاي يسوقوا المكنه، وده ما يمنعش ان هنا وبنات شريف كانوا واقفين معاهم. فزياد قال لك لما اعرض مواهبي قدام الحته وريني كده يا خالو لما اجرب انا. على نص اليوم عزموا طارق يتغدى معاهم، وكل واحد فيهم قاعد يفتكر ذكرياته زمان مع حسين. اما ليلى كانت عايزه تخلع باي طريقه، فقالت لك انا مش جعانه ومش عايزه اكل. امها راحت مكشمه لها وقالت لها بات اقعدي مكانك. الست مش سايباها في حالها حتى في اكلها. المهم شريف قال لك انه بكره هيروح يعمل اعلان الوراثه، فطارق قال له انا ليا معارف كتير، ده يعني لو عايزني اروح معاك علشان ننجز بسرعه. نبيله تسكت، لا قالت له محلوله، ليلى هي اللي هتروح بدل شريف لان عايزاه معايا في مشوار مهم، وانت يا استاذ طارق روح معاها. وقامت ملبسه ليلى في ادخن حيطه. فطارق قال لها خالد حكى لي عنك كتير يا ليلى، وانا فاكر اني قابلتك مره في البنك. انا قابلتني انا؟ لا والله للاسف مش فاكره حضرتك خالص. اتفضل كل بانيه. يعني البت عايزه تقول له ما تاكل وانت ساكت بقى هتفضح امي. ليلى زقت القعده واليوم بالعافيه لحد ما خلصت منه. تاني يوم في العزا نهى ونبيله ونيلي قاعدين بيراقبوا مين داخل ومين طالع، وعينهم على كل الناس خصوصا ام احمد. وفجاه دلال دخلت وسلمت على ام احمد وقعدت جنبها. مين هي دلال؟ هقول لك، دي نفس البنت اللي شاكين فيها انها بتقابل محمد، واللي برضه شاكين انهم شافوه معاها. فنبيله قالت لك ويا ترى دي سلمت على محمد بره؟ اه يا بجحتك، وجايه لحد هنا تعزيه. مفيش ثواني ومحمد دخل، اخد دلال ومعاهم عبد الرحمن ودخلوا اوضه لوحدهم. كل ده بيحصل وصاحبتنا ندى قاعده مغفله ولا دريانه بحاجه، لحد ما لقيت نبيله ونهى مركزين في مكان واحد وبيبصوا عليه. فالست قامت تشوف في ايه، ومنها طالعه راحت وسلمت على دلال زيها زي اي ست جايه تعزي. فاخواتها بصوا لها كده اهو، اللي هو انت يا اما هطله ومغفله يا اما هطله وهبله. ليلى كانت قاعده لا بيها ولا عليها، فطارق جه ونده عليها. البت افتكرت ان الراجل هيلومها على عملتها وبدات تعتذر له وتبرر له هي ليه كانت متعصبه. فقال لها انا مش جاي علشان اسمع اي حاجه، انا جاي اطلب منك طلب واحد. اسمع. قال لها ايه؟ وانا جاي من فرنسا جبت معايا ازازه كلفتني 3000 يورو، والازازه دي شلتها في مكتب خالك وانا دلوقتي محتاجها ضروري، ممكن تجيبها لي؟ معلش حضرتك ممكن تفهمني اكتر ازازه ايه بالظبط؟ الراجل قال لها في ايه؟ ازازه بيره، بطلي غباء. البنت هبت منها على الاخر، وهو انت ما لقيتش غيري من وسط العزا كله وجاي تقول لي على حاجه زي دي؟ امال يعني عايزاني اروح اقول لنبيله هو انت اتجننتي يا بت؟ انا هستناكي على اول الشارع وانت هاتيها وتعالي. واحد هيسالني ويقول لي هو ماله العشم قافش عليه قوي كده وبيكلمها بالاسلوب ده؟ الله اعلم. المهم يا معلم ليلى بقت تفش وتنفخ، ما هو ده اللي ناقص ان اروح اجيب لك حشيش بالمره. البنت خدت الازازه واستنت ورا شجره، ولسوء حظها مين شافها؟ خالد صاحب شريف. بص على الازازه كده اهو وقال لها هو مش حضرتك تبع العزا ولا انا جاي مكان غلط؟ لا لا انت في المكان الصح، تعالى ورايا. ووصلته للبيت والهطله دخلت بالازازه. راح مين اللي لمحها بالازازه؟ العقربه عزه وراسها والف سيف. تعرف الازازه دي فيها ايه وبتاعت مين؟ شريف قال لها تهدي بقى يا شيخه مش وقت الكلام ده. طيب خلينا نروح لشخصيه جديده اسمها مدام زيزي، وتبقى بنت خالد حسين واخواته. مدام زيزي عامله زي الستات اللي بيروحوا العزا علشان يجيبوا في سيره كل الناس. يعني ايه الكلام ده؟ الست بعد ما عزتهم قعدت معاهم وبالمره ندى وليلى تقعد. ازيك يا طنط ايه الاخبار؟ الحمد لله حبيبتي. هو انت لسه ما اتجوزتيش؟ دي مامتك بتقول لي انك مكبره دماغك من الجواز خالص. اصل الجواز ايه؟ دول كام خروجه على كام غدوه وتبقى اتعشت، ودي سنه الحياه، يعني مش هتفضلي طول حياتك كده. ليلى ما عجبهاش الكلام ولفت وشها للناحيه الثانيه. الست تسكت وتتبط على كده؟ لا ازاي، دي حدفت شمال على ندى وقالت لها وانت الثانيه بقى جوزك لسه مغلبك وعايز يتجوز عليكي برضه؟ مش محتاجه اقول لك ان في اللحظه دي ندى وليلى عرفوا منها، فقاموا سابوها تنكد في نفسها لوحدها. بعد ما اليوم خلص ليلى دخلت الحمام تغسل وشها، فامها قالت لها وهو انت بتغسلي وشك على اساس ايه؟ انت لا خط احمر ولا اخضر. البنت اتعصبت وسالتها انت ليه بتكلميني كده؟ ليه مصره انك تكسفيني قدام الناس وتطلعيني مش فاهمه حاجه؟ ماما قالت لها انت اخدتي الكلام على قلبك ليه؟ انا مش قصدي اضايقك يا ماما، انا بتضايق وانت بتعملي كده وقصدي انك تضايقيني. وكلمه من هنا على كلمه من هنا صوتهم بقى عالي، فنبيله ونهى جم وهدوا الدنيا. ساعتها ليلى كانت محتاجه تتكلم مع حد، فبعتت مسج لعمرو بس الظاهر انه كان منفض لها ومش معبرها. اليوم اللي بعده كلهم اتجمعوا وكانوا بيتغدوا سوا. شريف قال لك كام يوم واعلان الوراثه يطلع علشان لو حابين اننا نبيع البيت. نيلي رفضت جدا وقالت لك ما حدش فيكم يفكر انه يبيع البيت، لان انا مش هوافق انكم تعملوا كده وما حدش يقدر يجبرني على البيع. ولو بصينا على زياد هنلاقيه بيحلو قدام هنا. البنت كانت بتساله ايه رايك لو اخدت صوره في الميه؟ قال لها وماله، يا سلام ده علشان خاطر عيونك اعمل اي حاجه في الدنيا. وبم راح نطط في الميه، دراعه اتشنج وجاله شد عضلي. وقتها بنات شريف قعدوا يصوتوا الحقي زياد يا خالته ندى. ندى قامت زي المجنونه ووراها باقي العيله، بس الموضوع طلع بسيط ومفيش حاجه حصلت.
وصلت له. اول ما رجعوا البيت محمد اتسرسب من بينهم وراح يتكلم في الموبايل، اما الباقي قعدوا مع بعض علشان يتكلموا بخصوص بيع البيت. طبعا نيلي قالت لهم مفيش بيع ولو على جثتي، دول اصلا ما بيفهموش حاجه. على ايام بابا كلهم قالوا يلا نبيع الارض لولا انا وقفت لهم وخليتهم ياجروها بدل ما يبيعوها، وحاليا كلنا بنصرف من الفلوس دي، ولو كنا بعناها كان زمان الفلوس خلصت. محمد ما سكتش وقال لك لا انا لازم اتدخل وهزق نفسي. فقال نيلي طيب ما تديني ايجار الارض وانا اصرفه بمعرفتي، ولا انت هتفضلي لامتى تقولي انك عارفه مصلحتنا اكتر مننا؟ قالت له انت بصفتك مين يا استاذ محمود علشان تتدخل في اللي مالكش فيه؟ قال لها بصفتي جوز اختك والمسؤول عنها وعن عيالها. طيب بما انك عايزه اخلاق فقول لي يا استاذ محمود كنت بتكلم مين دلوقتي؟ اصل لا مؤاخذه عندنا اخبار مش ولا بد ان في جو تاني وانك عايز تتجوز. فليلى علشان تلم الموضوع قالت لها يا ماما ملناش دعوه، انت دخلتينا في حوارات تانيه، هو احنا موضوعنا الاساسي كان الفلوس. قالت لها وانت ان شاء الله يا ست ليلى عايزه الفلوس تعملي بيها ايه؟ هتسافري؟ يكون في علمك خالد كان بيحكي لي كل حاجه اول باول، انت كنت مستنيه ايه علشان تقولي لي؟ كنت مستنيه ان الاقيكي على باب الطياره؟ التانيه ما عجبهاش الكلام ودخلت في سكه انت يا ماما وجودك بيوترني وما بيخلينيش اعرف اخد اي قرار لوحدي. فقالت لها ماشي يا ليلى اعتبريني مش موجوده وروحي اعملي اللي انت عايزاه. في نفس الوقت زياد وهنا كانوا مقضيينها سوا، ولسوء حظهم ام احمد قفشتهم وقامت راقعه بالصوت. خير يا ام احمد؟ لا ولا حاجه، ده كان صرصار بس صرصار كبير شويه. طبعا هم فهموا انها قفشت زياد وهنا لما لقوهم في نفس الاوضه، كل واحد فيهم طلع من التاني فلموا عزلهم علشان يرجعوا القاهره. وقتها ليلى رجعت البنك ولمت حاجتها لانها قررت تسافر، فعمرو جالها وحاول يعتذر منها ويبرر لها هو ليه ما كانش بيرد عليها وانه قد ايه كان مشغول. هي عملت ودن من طين وودن من عجين ولا كانها سمعت حاجه وسابته ومشيت. ليلى بعد ما رجعت البيت حاولت تجهز شنطتها للسفر بس الدنيا عكت اكتر وما كانش قدامها اوبشن تاني غير انها تستعد بمامتها حتى لو كانت زعلانه منها. وبعد ما خلصوا اخدتها ووصلتها بنفسها للمطار. نيلي ما هنش عليها بنتها تسافر وهي زعلانه منها، فحضنتها وقالت لها هتوحشيني وهتوحشني رخامتك. وفي المشهد الاخير ليلى بعد ما ركبت الطياره اتفاجئت بخالد يبقى هو نفسه صاحب شريف اللي شافها بازازه البيره. طبعا هي لازم تشرح له اللي حصل يوم العزاء، وبالمره قالت له انها مسافره اليابان علشان تدرس، وفضلوا هما الاثنين يتعازموا على بعض مين هيدخل الحمام قبل التاني. فليلى قالت له لا والله ما ينفعش انا مش مزنوقه قوي، انا يا دوب احط شويه ميك اب. التاني اتنحنح وقال لها لا براحتك خالص خدي وقتك. فليلى دخلت الحمام والابتسامه على وشها من الودن دي للودن دي.